يا صباح الفل عليكم. هاخدكم النهاردة في يوم جميل، هنروح اسكندرية، هنقضي يوم جميل على البحر كده ونتمشى في شوارع اسكندرية الجميلة، وبنركب أول حاجة القطر بتاعنا من محطة المنصورة ويبدأ نتحرك. والشمس بقى كانت طالعة والجو كان تحفة وجميل قوي في اليوم ده، ومنظر النيل بقى بتاع المنصورة روعة. وهبقى اصورلكم فيديو حلو قوي في المنصورة وهنزله برضو عندي. وبدأنا نتحرك ورحنا على اسكندرية. أول ما وصلت كده نزلت على بحري منطقة القلعة طبعا. طبعا الناس اللي حابة تنزل تعمل بقى جولة باليخت أو تركب مركب، دي حاجة بسيطة جدا، بتبقى الناس واقفة هناك، واللي عايز يعمل جولة أو يركب اليخت بتبقى التكلفة بسيطة، يعني من 40 ل50 جنيه الفرد بالكتير قوي. دي اليخوت واقفة اهي. واتمشيت هناك طبعا وفطرت وقعدت على قهوة فاروق اشرب شاي. وبعد كده فكرت ان انا اركب الباص اللي هو بدورين الف بيه اسكندرية كلها، وده بصراحة تجربة حلوة جدا لكل الناس اللي جت اسكندرية او لسه ما زارتش اسكندرية وجربت الباص الدورين. ده جميل جدا بالنسبة للناس اللي ما بتقدرش تاخد الكورنيش كله مشي وبيتعبوا، او حد كبير في السن، بيوفر علينا حاجات كتير. انا هنا واقفة قدام الباص اهو بصوره، وكنت بسأل المسؤول فقال لي كل تلت ساعة بيطلع اتوبيس، وقعدت منتظرة فطلعت بقى الباص عشان اصوره. الباص ده بصراحة حلو قوي، بيلف اسكندرية كلها والكورنيش كله من اول بحري لغاية المنتزه. وانا هنا ركبت بقى الباص وقعد يلف بينا اسكندرية كلها، وكان مشغل اغاني جميلة. طبعا انا ما عرفتش اسجل بصوتي عشان الدوشة والعربيات وكده. وهنا الباص بيلف بيا اسكندرية كلها وبيفرجك على الكورنيش كله، انت مش محتاج تنزل تمشي. بصراحة القعدة فيه تحفة، وتذكرته ب25 جنيه بس. بعد كده نزلت ورحت على مكتبة اسكندرية، قعدت هناك وقت الغروب. وبعد كده طلعت على المنشية وقعدت برضو على البحر، وهناك في جنينة حلوة قوي وخضرة وجميلة ومنظرها تحفة برضو للي حابب يقعد هناك. لو أسرة أو أي مجموعة جروب مع بعض بيقدروا ان هم يدخلوا يقعدوا فيها، يجيبوا مثلا أكل أو أي حاجة. وهنا كانت جولتي خلصت، وأقول لكم مع السلامة.